تعرض الرجاء الرياضي لخسائر ثقيلة في مباراتها أمام الحسنية يوم الأحد قبل مواجهة الوداد الرياضي في الديربي لحساب الجولة 21 من البطولة. وبالموازاة مع الهزيمة التي مني بها الرجاء، فإنه تعرض لخسائر مهمة على مستوى تركيبته البشرية التي ستقابل الوداد الرياضي في الديربي المرتقب. وخسر مدرب الرجاء الرياضي منذر الكبير خدمات المدافع جمال حركاس جراء حصولها على بطاقة حمراء مباشرة من حكم المباراة والمهاجم المتألق نوفل الزرهوني لتراكم بطاقاته الصفراء. ويعد غياب اللاعبين خسارة ثقيلة على الرجاء، كونهما نجمان متألقان بالفريق ومساهمان في النتائج الإيجابية المحققة للنادي الأخضر. يذكر أن العصبة الاحترافية لكرة القدم قررت إيقاف البطولة الوطنية في 16 من شهر مارس الجاري بسبب التوقف الدولي، ليقرر بعد ذلك إقامة مباراة الديربي في شهر أبريل المقبل.